هاي جايز، فيديو النهارده هيكون عن ما تغلطوش غلطتي في اولى ثانوي زائد المدرسين اللي تاخدوا معاهم. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت وشير وشارات. يلا نبدا. اول حاجه لازم تبقى عارفينها، انا غلطت غلطات كتيره قوي في اولى ثانوي، مع ان اختي قالت لي غلطات كتيره ما تقعيش فيها، بس انا زي الحماره وطنشت، فمش عايزاكم تبقوا زيي وتركزوا. لا، فالفيديو هيتقسم لجزئين، جزء زي ما قلت لكم حاجات ما تقعوش فيها او غلطات ما تقعوش فيها، وتاني حاجه المدرسين يا جماعه. مبدئيا كده هخليها في الاول لان في عك بيحصل في النص في اولى ثانوي لازم تبقى اول حاجه، وهي خططوا ليومكم. انا في بدايه السنه كنت عامله حاجه تحفه، ان انا بديت السنه في ان انا اكتب تو دو ليست وامشي يومي، كل دقيقه حرفيا بدون مبالغه كنت بستفاد بيها، كنت عارفه انا هعمل امتى وهعمل ايه وازاي وكده. جيت في النص وقعت وقعه اشبه ما يكون بالتخلف، وان انا كنت بقول لا انا مش هكتب تو دو ليست. انا عايزه اقول لكم اغبى قرار خدته من ساعه ما اتولدت في حياتي كان القرار ده. انتوا كناس طبيعيه في اولى ثانوي او داخلين اولى ثانوي هتقولي ليه وقعت؟ اولا بتنسوا. انا واحده كنت بنسى حرفيا انا اكلت ايه، كنت بنسى اقول طب انا كنت هعمل ايه وما كنتش بعمل اي حاجه. انا بالمعنى الحرفي ما كنتش بعمل اي حاجه. انا عدى اسبوع من حياتي في اولى ثانوي ما كنتش بعمل اي حاجه بسبب الغلطه المتخلفه. ثانيا اعملوا جدول للدراسه، تخطيط للاسبوع الدراسي، بعدين بيجي على طول التو دو ليست. لو انتوا مش هتعملوا او مثلا مش هيبقى عندكم الاوبشن ان هيبقى مكتوب بعد كده احنا هناخد ايه، خلاص لازم تخططوا ليومكم، لازم تبقوا صاحيين عارفين بعد كده انا بكره هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. مش شرط بكره، بس بدايه اول اليوم اول ما تصحوا بعد ما تغسلوا اسنانكم وتفطروا تكتبوا التو دو ليست بتاعتكم وتمشوا عليها. ذاكروا المواد كلها طول الترم، ودي النقطه اللي انا حرفيا هحط تحتيها مليون خط احمر. كنت بسمع دايما او كنت بعمل بمعلومه اللي قبلي اللي هو الفلسفه والمنطق والتاريخ دول سهل جدا، دول سهل. انا عايزه اقول لكم بجد يا جماعه، انا لو كنت ذاكرتهم انا واثقه ان انا كنت هقفل، انا واثقه ان انا كنت هقفل حرفيا يا جماعه. ليه اعمل في نفسي اللي هو حرفيا مادتين الفلسفه والمنطق والتاريخ، دول مادتين لو عايزين تجيبوا بيهم مجموع عالي ذاكروهم، وذاكرتهم اولا سهله، ثانيا معلومات بسيطه. في التاريخ ممكن في شويه حاجات تقع منكم، بس بجد مع النقط اللي جايه انتوا هتقفلوا تاريخ، انتوا هتقفلوا فلسفه ومنطق، هتقفلوا باقي المواد لو بجد ذاكرتوها على طول ما ركمتوش. انا واحده من اغبى الحاجات اللي عملتها في حياتي وهي ان انا ما ذاكرتش المواد كلها طول الترم. انا كنت حرفيا ماسكه في 3 مواد بس طول الترم، وجيت اخر الترم يا لهوي انا عندي انجليزي ما ذاكرتوش، يا لهوي انا عندي فلسفه ما ذاكرتهاش، يا لهوي انا ما فتحتش التاريخ، مع ان مذاكرتها بجد بسيطه وسهله، زائد ان هي مش بتاخد وقت. فدي ماده اصلا تفصلوا ما بينهم. انا كنت باخد التاريخ عشان كنت بحبه في ثالثه اعدادي، كانت بفصل بيها ما بين ماده وماده، فاهمين انتوا؟ انا عايزه افهمكم حاجه قبل ما نقول النقطه دي. اولا انتوا في اولى ثانوي في المدرسه هيبقى لازم تحضروا المدرسه كل يوم، وفي تقييمات، في امتحانات شهريه، في امتحانات اسبوعيه، ومفيش مدرسه بتتغاضى عن ده. يعني كل المدارس فيها امتحانات اسبوعيه وشهريه وتقييمات وكل ده. انا مدرستي كانت من اكتر المدارس الملتزمه في الدنيا، كان صعب جدا ان انا انزل كل الدروس او نص الدروس حرفيا ان انا انزلها، كان يومي بيضيع، كان يومي بيتضرب. كنت بروح المدرسه، باجي من المدرسه بروح الدرس على طول، باجي انا ببقى بجد جايه تعبانه مش بستفاد اي حاجه من اليوم. فخدت حاجه من الاول وهي ان انا اخد 3/4 دروس اونلاين، او كنت بنزل كل الدروس ما عدا درس واحد او 2. ان احنا ناخد كل المواد اونلاين ده بينقلنا للنقطه دي، وهي ان احنا نحاول على قد ما نقدر او ان احنا ما نخليش في تراكمات، زائد اصلا ان احنا نسمع المحاضره دلوقتي نذاكرها بكره، او بالكتير قوي بكره نذاكرها النهارده. مش ده اسوأ حاجه ممكن تعملوها بعد اكل مال اليتيم ان انتوا تراكموا، ولو راكمتوا حاولوا تلموا اول باول، تلموا بسرعه، تاخدوا من حاجه من القديم وتاخدوا حاجه من الجديد، تاخدوا حاجه من القديم وحاجه من الجديد. مفيش حاجه اسمها نذاكر حاجه ليله الامتحان. ليه بقول مفيش حاجه اسمها مذاكره ليله الامتحان؟ اولا هتتوتروا، ثانيا هتنسوا. انا واثقه 100% ان انتوا هتنسوا. انا منهج اولى ثانوي الترم الاول بتاع الفلسفه والمنطق لو ما كانش في ورقه المفاهيم انا كنت شلت ملحق. والنقطه اللي انا حرفيا اكتشفتها متاخر وبضرب نفسي 100 جزمه ان انا اكتشفتها متاخر، وهي ان احنا نراجع باستمرار. لو سمعت الفيديو بتاع
ثالثه ثانوي بتاع اختي كانت بتقول دايما راجع باستمرار. الكلمه دي كانت بتقولها لي حرفيا، راجع يا انجي راجع يا انجي. وانا كنت اقول انا فاكره الدرس، انا فاكره، ما تقوليش همي، ذاكري انت، راجعي انت، مش عارفه ايه. انا حرفيا خدت مقلب في نفسي. بس انا النقطه اللي هكتبها احطها هبروزها قدامي على المكتب، راجع يا انجي راجع يا انجي راجع يا انجي. خدمات دول هي ثانوي صباحي او ثانوي العام عادي، بس بيجوا بعد الظهر. تمام. انتوا عندكم نقطة وهي ان احنا او ان انتوا هتروحوا بعد الظهر، عارفين ان انتوا تقدروا تستثمروا الوقت اللي قبل الظهر. ماشي. كنت بقوم الساعة 6 او 7 الفجر، كنت بقوم بعمل روتيني عادي. بعد كده باخد من اول الساعة مثلا 7:30 او 8 لحد ما بمشي على المدرسة اللي هي كانت بتبقى 11:30، ببدأ انزل من البيت، ببقى قاعدة بذاكر. كان الصباح للمدرسة بتاعي اللي انا عملته حرفيا انا كنت قاعدة بذاكر انجلش. والفترة دي انا بمسكها في الوقت ده انا بمسك كل الحاجات اللي انا حرفيا مش قادره اذاكرها مثلا، او اللي هي بيبقى صعب ان انا افهمها بعد ما باجي من المدرسه، زي ان انا بحفظ كلمات انجلش، زي ان انا مثلا بقعد احل على اللي انا ذاكرته امبارح. والنقطه اللي بعد كده وهي نحل كتير. انا النصيحه دي كان نفسي ربنا يثبتها، كان نفسي ربنا يكتبها لي على قرطي كده، حل كتير حل كتير. حرفيا يا جماعه انا في العربي كان اخر حلي ان انا بحل كنت باخد مع مستر محمد صلاح، كنت بحل اللي موجود مع مستر محمد صلاح، ما كنتش بحل تاني. كان صحابي مثلا بيمسكوا كتاب الامتحان او كتاب تاني او كتاب مستر تاني، كانوا يقعدوا يحلوا. فكنت بستغرب في الاخر، انتوا ازاي عارفين الافكار دي؟ ازاي مش عارفه ايه؟ ازاي مأكدينها؟ النقطه دي انا كنت بعملها في الترم الاول، ما عملتهاش في الترم التاني، وانا ندمانه عليها، وهعملها ان شاء الله باذن ربنا الترم الجاي اللي هي تانية ثانوي. احنا هنكتب غلطاتنا. انا في الترم الاول كنت عامله كشكول كده، كشكول عادي ان هي كشكيل العاديه، اروح جايبه كشكول زي ده، كنت بكتب الحاجات ان انا مثلا وقعت فيها، او الحاجات اللي محتاجه اتك عليها، او الحاجات مثلا اللي انا فاكراها بس حاسه ان انا مع الوقت هنساها، او الحاجات المهمه اللي انا هكتبها. فاهمين؟ وننتقل للنقطه اللي بعد كده، بسبب ان انا ما كنتش بلخص دروس. انا مارينا كانت تقعد تقول لي انجي لخصي، على فكره التلخيص سهل، التلخيص حلو. انا اتفق جدا مع النقطتين دول، بس انا كنت بكسل. هو انا عارفه الدرس، انا فاكره الدرس، هلخصه ليه؟ ما انا عارفه هنيجي في اخر السنه ناخد اكبر صدمه في حياتنا حرفيا. ثانيا بتشجع نفسينا، ثالثا بنأكد على المعلومه للمره التريليون حرفيا، فبيبقى صعب ان احنا ننساها، ولو نسيناها بنراجع عليها بسرعه، بنفتكر كل حاجه مجرد ما احنا نبص على كذا. يعني ده مثلا لو كل حاجه مكتوبه هنا، انا بصيت هقرا كل النقط كده، انا خلاص افتكرت الدرس، افتكرت الوحده، افتكرت اليونت. النقطه اللي بعد كده اللي احنا بنعملها انا ومارينا حرفيا كل سنه من ساعه من تانية اعدادي، وهي ان احنا نشجع نفسينا. لو شفتوا فيديو مشتريات المدرسه بتاعتنا هتلاقوا ان احنا جايبين حاجات حلوه كتير، او مثلا الحاجات اللي تشجعنا على المذاكره اكتر من الحاجات اللي احنا هنستعملها في المذاكره. فالتشجيع النفس احسن من ان احنا نقعد نحبط نفسنا. ومش شرط ان احنا نشتري حاجه، ممكن مثلا نشجع نفسنا باصحابنا، نشجع نفسنا بالكونتنت اللي احنا بنسمعه، اذا كان على التيك توك او اليوتيوب او الانستجرام او السوشيال ميديا او خلفيات الموبايل بتاعتنا. بجد حاجه بتشجع، اقل حاجه حرفيا بتشجعنا. نقطه انا هتك عليها في المدرسه خاصه ان احنا نحضر المدرسه. اولا حضور المدرسه زي ما قلت لكم ان هو مهم، والحاجات اللي انا قلتها دي بتترتب بعد المدرسه. يعني المدرسه حضورها مهم، اذا كنتوا في ثانوي عام خدمات او في ثانوي عام صباحي حضورها مهم، لازم تحضروا، لازم تهتموا بالمذاكره. وفي بجد في مدرسين شاطرين بيبقوا في المدرسه مستخبيين، حضروا لهم بجد، بيبقوا مدرسين كده لو فهمتوا طريق دماغهم او تفكيرهم انتوا هتستفادوا من المدرس ده بنسبه 80%. انتوا متخيلين انتوا معاكم نسبه كبيره قوي. انا كان في 3 مواد حرفيا كنت براجع او كنت باكد المعلومه منهم، لو حاجه مثلا واقعه مني في الدرس اذا كان اونلاين او مثلا مش فاهمه بنسبه 100% كنت برجع للمدرس، ما كانش بيقول لي حاجه. والنقطه اللي بعد كده ان احنا ننظم وقتنا زي ما قلت لكم، نهتم جدا بتنظيم الوقت. لازم تهتموا بتنظيم الوقت، مفيش حاجه اسمها عادي، لا لازم تهتموا بتنظيم الوقت. ونيجي للنقطه اللي بعد كده وهي المدرسين. انا هقول لكم على المدرسين اللي خدت معاهم وشايفاهم حلوين ولا وحشين، تعالوا اقوله لكم. اول حاجه العربي، عندنا مدرسين مستر محمد صلاح ورضا الفاروق، الاثنين انا جربتهم والاثنين بجد شرحهم حلو قوي، والاثنين من اشطر المدرسين اللي انا اتعاملت معاهم. التاريخ انا ما كنتش باخد له اونلاين، كنت باخد له على اليوتيوب، ما كنتش بنزل له سنتر. عندنا مدرسين قناه اسمها السلطان، ده حرفيا يا جماعه
مدرس بيشرح اللي موجود في الكتاب بكل تفصيله، ولو في حاجه مش واضحه بيوضحها لكم. ثانيا بعد كل قطعه بيحل عليها، هو بيدينا سؤالين او 3 من دماغه بيحل عليها. انتوا شايفين الدماغ؟ انا حرفيا كنت بسمع المحاضره قبل ما اروح المدرسه، وبرجع من المدرسه احل عليها، بفضل فاكراها مع التكرار. يعني مثلا كنت براجعها كل اسبوع مره، كنت ببقى فاكره. هنيجي للعلوم المتكامله، كنت باخد مع مدرس ان انتوا اكيد عارفينه، هو خالد صقر. هو حرفيا مدرس من اشطر المدرسين، بس محتاج ان انتوا تجيبوا كتاب تاني معاه. يعني الكتاب بتاعه مش كفايه، انتوا محتاجين تحلوا كتاب تاني معاه زي الامتحان او التفوق. بعد كده الانجليزي عندكم مدرسين. اول مدرس محمد صلاح، ده بيقولوا فيه اشعار. الصراحه ما جربتوش، بس حرفيا اختي بتقول فيه اشعار وحلو جدا، وانا هجربه في تانية ثانوي. والمدرس التاني او الميس التانية اللي انا جربت معاها، وان شاء الله لو مستر محمد صلاح ما طلعش كويس معايا هاخد معاها، وهي مس مي مجدي ومستر محمد صلاح، الاثنين من اشطر المدرسين. اختي جايبه درجات عاليه معاه مع مستر محمد صلاح، وانا جايبه درجات عاليه في الانجليش مع مي مجدي. ولو عايزين نصايح تانية غير دي، برضو اختي كانت عامله السنه اللي فاتت وهي داخله ثانيه ثانوي نفس الوقت اللي انا فيه حاليا، عامله فيديو كانت بتقول لكم اهم النقط اللي هي عملتها وجابت بيها مجموع، وهحطه لكم في الديسكربشن بوكس تحت. وبس كده بيكون خلص الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، وشير واشعارات، واستنونا في الفيديوهات الجايه. ووعد مني الفيديو الجاي هيبقى ترتيب المكتب وتنظيم المكتب، وكمان حاجات جديده للمكتب عشان مارينا انا وياه تنزل لكم فيديو دمار.